السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي مريم المشرفة، وجزاك الله عنا خير الجزاء، ليس فقط في أن نبلغ آية عن طريقك، وإنما في صبرك على الأعضاء وتساؤلاتهم، ودائما تذكرين بالأذكار والذكر الحسن والذكر وحسن التعامل والاستغفار في كل وقت. الله يسعدك في الدنيا والآخرة وكل المشرفين. وأيضا عمنا حجازي، ندعو الله أن يجازيه عنا خير الجزاء على إرشادنا للطريق الصحيح. أختي مريم، هذه آيتي أريد أن أبلغها، وإن شاء الله تكون بإخلاص في النية لرب العالمين. لقد قطفت عدة ثمار بفضل الله ثم بلزوم للاستغفار، وهي أولا رأيت المطر عدة مرات في المنام وفي الحقيقة أيضا. ثانيا شفاء من أمراض روحية عجزت عنها منذ أكثر من 15 عاما، ولله الحمد والمنة. ثالثا رؤية مبشرة بعد ما كنت أرى كوابيس فقط، ولله الحمد. رابعا تعامل الزوج أفضل وأرحم مما كان، رغم أنه كان نعم الزوج وأكثر، ما شاء الله والحمد لله. وأدعو الله أن يجعل زوجي من الملازمين للاستغفار، وأن يرزقه الثبات عليه، وأن يجعل جميع المسلمين من أهل الاستغفار ولزومه. خامسا وأنا أيضا تغيرت تغييرا جذريا في المعاملة معه وفي نفسي أيضا، وعما كنت عليه من قبل. سادسا نقص شديد في نزاعات المنزل ومشاكل لا أساس لها تكاد تختفي عما كانت عليه، والحمد لله. وأيضا مع أولادي تغيير كبير جدا، أكثر ربما حتى مما كنت أتمناه. سابعا قربي من الله ومحافظتي على صلواتي في وقتها. ثامنا وتسديدا أيضا لبعض الديون من غير حول مني ولا قوة، رغم بقاء دين أدعو الله أن يرزقني تسديده. تاسعا والثمرة التي أحسست فيها أنها حقا كانت بفضل الله ثم بلزوم الاستغفار هي ختم ابني لكتاب الله، وكان ذلك قبل أن يكمل عامه التاسع، وفي ظرف 7 أشهر فقط، رغم أنه كان حافظا قبل تلك المدة 5 أحزاب في مدة 3 سنوات. ومنذ باشرت لزوم الاستغفار ووصلت ل20 و30 ألف تغير كل شيء، وسخر الله له شيخا ليس ككل الشيوخ، كان يخصص جل وقته لابني، حتى إنه كان يتابعه وهو في المنزل، وكان يعامله معاملة خاصة ويقول أحبه كابني، وحتى الآن ولا يزال بل زاد على ذلك. كان هذا الشيخ نعمة من الله سخرها لنا، أدعو الله أن يجازيه عنا خير الجزاء في الدارين، لأننا لم نستطيع أبدا أن نوفيه حقه. وأدعو الله أن يجعله من المستغفرين ومن الملازمين للاستغفار، وأن يزيده علما وإخلاصا، فهو نابغة بحق. وأسأل الله أن ينفع به الأمة كلها، لا المحيط الذي يعيش فيه فقط. أليس هذا تسخيرا من رب العالمين لم نحظى به من قبل؟ الحمد لله على هذه النعمة. وأيضا من الثمرات وهي 10 أنهم فتحوا لنا ناديا خاصا لجمعية ابني بقرية أبي، التي تبعد ساعة بالسيارة عن مركز الجمعية الذي يقنط بالمدينة، ولم يكن هذا أبدا في أحلامنا حتى، ولا طالما تمنينا أن تكون هناك جمعية تدرس القرآن في قريتنا. للعلم أن أخي لطالما طالب بفتح جمعية لتدريس القرآن، ولكن لم يجدي ذلك نفعا. لكن بعد لزومي وأختي وأمي وأخي وكل العائلة تقريبا للاستغفار سهل الله علينا ذلك، ورأينا ثمرات الاستغفار فيها، ولله الحمد والمنة. حتى تساءل بعض الناس كيف حصل ذلك، كيف فتحوا ناديا لكم وأنتم بعيدون جدا عن مقر الجمعية، لكن لا يفهمها إلا كل مستغفر، وأن ثمرات استغفارك تنفعك وتنفع المحيطين بك وتنفع حتى مدينتك، وإن شاء ربي ستنفع الأمة بأكملها، وهذا يقيني بالله سبحانه. وأيضا من الثمرات 11 زيادتي في الذكر
كتنوع الأذكار، مرة الحوقلة ومرة تاج الذكر ومرة الحمد والشكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن. لا نقول بالمئات بل بالآلاف، وهذا ليس رياء بل والله لتتيقنوا أن البركة تزيد، وهذا دليل على أن لزوم الاستغفار لن يمنعك من العبادات الأخرى، بل بالعكس يزيدك منها بفضل الله. وأيضا حب الناس وحسن معاملتهم، وكلما تتحدث وتفكر 1000 مرة فيما يخرج من لسانك من غيبة أو نميمة أو كذب. كنا نقول في الماضي الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، لكن فكرتي تغيرت، صرت أحمد الله أنه جعلني من المستغفرين. الثمرة 12، وأيضا سرعة، لأنه من المستغفرين يعني من المؤمنين، هي درجة أعلى من المسلمين. إجابة الدعوات. لقد لقيت هذه الثمرة وكثير منها، الحمد لله دائما وأبدا. والثمرة 13، وهذا رمضان لم يكن ككل الرمضانات التي مضت، نعمة لم أحس بها من قبل، وكذلك الأيام 10 من ذي الحجة. ورغم بعض الصعوبات في الحياة اليومية نحمد الله عليها وندعوه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إن في الاستغفار نعما لا تعد ولا تحصى. قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهمت من هذه الآية أن بين كل كلمة وكلمة جعل الله فيها خفايا وكرامات ونعم يراها المستغفر وحده ولا يحسها إلا من لزم الاستغفار. في القرآن إعجاز لا يفقهه إلا الذاكرون الذين يعيشون بقرب الله. أدعو الله أن يجعلنا من أهله وخاصته. وزد على كل ذلك قراءة سورة البقرة مرة واحدة كل يوم. اللهم لك الحمد حتى ترضى. هناك طلب صغير من عمنا محمد حجازي، الله ينور قلبك، رسالة لمن يستحلون الرشاوي والرشوة في بلادنا الجزائر. صاروا يستحلونها من باب هذا حقي لازم نرجعوه، وهناك من يهتك رزقه بسبب ذلك، وأرجو أن تكون رسالة لهم من حضرتك ونصيحة مني لكل المسلمين. بعد توفيق الله سبحانه وتعالى فإن كثيرا من مفاتيح الأبواب المغلقة في حياتكم تجدونها في لزوم الاستغفار، فلا تتركوه والزموه في السراء والضراء، ففيه من الخير والبركات والفرج ما لا يخطر على بال. أدعو الله لي ولكم ولكل المسلمين ولأهلنا المظلومين في فلسطين بأن ينفس الكروب ويفرج الهموم ويقضي الديون ويعين المغبون ويشفي المرضى ويرزق كل محتاج وينصر كل مظلوم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. ولم تكتمل القصة، وإلى آية أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، بارك الله فيك وفتح الله عليك وجزاك الله خير. نعم نعم، بس بدي أفوت على قصة ثانية بدها وقف التفكر. تفكروا جيد، تفكروا مليا، تفكروا في هذه القصة، وأقول لأصحاب الرشاوى تفكروا في هذه القصة. تفكروا لحظة شوي بس. شوفوا طبعا لما بتشوفوا اشي يعني من الأمراض المزمنة أو الشيء، دائما قولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى كثيرا من خلقه وفضلنا تفضيلا كي لا يصيبكم ما أصابهم. اللهم نسألك العفو والعافية. شوفوا هاي الإيد، هذه الإيد قبل الاستغفار هاي لفتاة 18 سنة، هل لحقت تعمل جرائم حرب؟ هل لحقت تعمل أي شيء؟ شوف بعد الاستغفار اسمع قصتها عشان تعرفوا كيف يعاملنا الله، ماذا يريد منا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، جزاك الله
الأخ محمد حجازي خير الجزاء، وجزا الله الأخت المشرفة الغالية شيماء خير الجزاء. أسأل الله أن يرزقكم الجنة دون حساب ولا سابق عذاب. أما بعد، أنا فتاة من الجزائر أبلغ من العمر 18 سنة. عانيت مدة 5 سنوات متتالية من صدفية حادة جدا في يدي اليمنى. بالله عليكم بدي أوقف هنا، لو شافها يعني أكيد بتصلي وهكذا، لو شافها شيخ شو بقولها؟ اصبري ولك الجنة؟ لا، بدي أقول لها اصبري إذا حب الله عبد ابتلاه. نعم، قولوا لهن اخرجوا من هذه الدائرة. بالله عليك ويا مشايخنا تخرجوا من هذه الدائرة. تقول نعود ونرجع، ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نرجع لها. أما بعد، أنا فتاة من الجزائر أبلغ من العمر 18 سنة. عانيت لمدة 5 سنوات متتالية من صدفية حادة جدا في يدي اليمنى، وعندما تقترب مواعيد الامتحانات كانت تتعفن يا مشايخ يديها اليمنى كليا، وتؤثر على باقي الجسد بالحمى الشديدة. وكنت قد زرت آلاف الأطباء ولكن دون جدوى. بدأت بفضل الله العام الماضي بالاستغفار، ولم أكن بنية شفائي من هذا المرض، بل كان بنية أن أوفق دراسيا. فوالله ما مرت 3 أشهر إلا وقد شفيت تماما من هذه الصدفية دون أي تدخل طبي. وهي ترسل مصداقا على كلامي، هذه يدي قبل الاستغفار. الله يشفيك يا عمي، الحمد لله رب العالمين. نعم، بلغ هذه الآية. شوفوا هاي كمان آية أخرى نقرأها. شوف إذا ابتلى الله عبد، إذا أحب الله عبد ابتلى، هيك يعلموكم. طبعا كله كلام مغلوط، هو حديث صحيحة صحيح، بس يلبسوها للناس غلط عشان اللي بتصيدوا الماء العكر يقولوا محمد حجازي يتكلم عن الأحاديث والعياذ بالله. طيب، تقول حابة أبلغ آية من 7 سنين تقريبا. شوف كم المدة، هذيك 5 سنين وهي 7 سنين، والقصة اللي سمعناها 15 سنة من العناء والمشقة. تقول حابة أبلغ آية من 7 سنين تقريبا جاء لي مرض مناعي البهاق، وكنت حامل، وقال لي الدكتور مش هقدر أعطيك العلاج المناسب. طبعا ما فيش له علاج مناسب يعني بسبب الحمل، وكنت في الشهور الأولى، ولكن أعطاني علاج بسيط جدا. التزمت الاستغفار وقراءة سورة البقرة. وقراءة سورة البقرة كم كانت قراءتها صعبة وثقيلة في الأول، وكنت أدعو الله وكل يقين أن يشفيني، وبعدت عن الناس والغيبة، وبدأت يعني التوكل على الله فقط. وأنا الحمد لله بدون بهاق، أنا الآن يعني بدون بهاق تماما. وكنت أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، استغفروا كثيرا، والله ما وجدتم الاستغفار كثير. الحمد لله. نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنا بعرف في كثير من المشايخ بيعرفوا قناة محمد حجازي، أنا بعرف كثير من المشايخ، عشان هيك لما بقول قولوا لمشايخكم عشان يعرفوا. هاي صبية 18 سنة، هاي ما كانت تحكم دولة وخلصت على نص الدولة. صبية ايدها بهاق 5 سنوات. انتوا متخيلين الوجع؟ يعني ممكن اني اشوف واحد مثلا يعني ضربته هواي يعني على ايده، انكسر اصبعه، يعني اسبوع من الوجع وبعدين يلتئم الجرح وخلص. اما 5 سنوات بهذا المنظر، هذا المنظر لا يجعلها تتزوج، لا يجعلها ان تستطيع ان تتزوج ابدا. لا تستطيع ان تعمل، لا تستطيع ان حتى لو تخرجت من المدرسة بامتياز لا تستطيع ان تعمل في وظيفتها. اذا حياتها معطلة. والاخت التي كانت صاحبة القصة التي قصت قصتها، يعني البيت كان معكور وامور كثيرة معطلة في الحياة.
هذا البهاق، تعرفوا شو البهاق؟ هذا التصبغات الألوان اللي بتشوفها أنت بصير لونه أبيض على أحمر على هكذا، يعني يكتسح قسم من الجسم أو من الوجه، بتصير المنظر مش جميل يعني. طب ليه يا ربي ليه منا يعني؟ ورحمتك وسعت كل شيء، مش هيك بعلموكم المشايخ يا أخي؟ ما هو أنا بدي يعني يطلعوا من هاي الاسطوانة. تعرف ليش؟ لأن الله رحيم للذين يعرفونه ويقدسونه ويخافونه ويعملون ألف 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 حساب للذنب الصغير. ممكن نقع بالذنب بس مش نتجرأ. احنا يا جماعة عايشين في ذنوب. تعرف شو الذنوب؟ احنا عايشين في بحر، كيف السمكة عايشة في البحر، وهذا البحر هو الذنوب واحنا عايشين فيه. نتنفس ذنوب، نتكلم ذنوب، بناكل ذنوب، كلياتنا على ومش خايفين وكأنه طبيعي عادي. وبيجي فوقيه هذا الشيخ وبقول لك اصبر انت على خير اذا احب الله عبد ابتلاه. انا مش عتبي على الشيخ اللي بيعرفش، انا بعتبي على الشيخ اللي بيعرف وبيعاند وبيضل مصر لانه في عنده منبر يغلط الناس. تزعلوش مني يا جماعة، يا جماعة شيء بمزع مزع، بقهر قهر. يعني انا بدي اسأل سؤال، يعني اليوم طلعت لماذا باخذوا شهادات دكتوراه؟ على اي اساس باخذ الواحد شهادة دكتوراه؟ طلعتها هاي الدكتوراه، طلعتها من جوجل. شو السبب يعني؟ شو هو؟ ما هو الشيء يعني؟ بقول لك هذا هو جوهر درجة الدكتوراه بالفعل. فالشرط الأساسي لمنح درجة دكتوراه الفلسفة هو تقديم إضافة جديدة أو ابتكار يثري المعرفة البشرية في تخصص معين. يعني خرجك أنت في الدين، واحد معاه دكتوراه في الدين يعني بده يطلعك من وحول الشهوات، بده يطلعك، بده يكتشف لك في حديث رسول الله شيء جديد غاب عن الأمة، بده يعرف لماذا الأمة في ذيل الأمم، بده يغير بواقع الأمة، بده يجي يقول لك تعرف ليش أنت الله قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهاي الإيدين اللي مشوهة هكذا بأوجاع وأمراض وأسقام وتتعفن. بتعرف شو يعني تتعفن هذه الإيد؟ بتعرف هذه المرأة مع مشاكلهن كل المشاكل، وابنها معطل حياته، كان يحفظ وبطل يحفظ بس لازمة الاستغفار. حفظ ابنها القرآن كله وسخر الله لهم من يحفظه وجاء بخير المدرسين، وعندنا قصص من هذا الباب. وهذا البهاق، طبعا البهاق ما فيش له علاج، يعني حتى لو الدكتور يعطيها جرعة ما يعطيها جرعة فيش له علاج، لكن العلاج هو عند الله. والله إن هذه القصة، هذه اليد التي عليها دائما نقولوا يا جماعة، دائما لما تشوفوا إشي مثلا مرض معدي، مرض شيء تشوه خلقي، أي شيء، دائما ديروا بالكم، انتبهوا لهذا الكلام اللي بقول لكم إياه، تعلموا، قد ينتقل إليك هذا الأمر. دائما قول الحمد لله الذي عافانا، اكتبها على ورقة واحفظها، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى كثيرا من خلقه وفضلنا تفضيلا. دائما تشوف واحد ما عنده تشوه خلقي كذا، أصابه بلوى كبيرة، فقول هذا الكلام. وإذا شفت إشي أنت لا تستطيع شراءه، مثلا شفت سيارة فارهة، بيت جميل جدا، وانت قاعد في بيت صغير، فبتقول لحظة شوي غابت عني، لحظة شوي غابت عني شوي، أنا كنت بدي أقولها نعم، بتقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يعني كل هذا الجمال بس الآخرة أجمل، يعني بالمعنى لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني مش هاي مش عيشة حتى ولو كانت جميلة وسيارات وطيارات وكل المال هذا، لكنها مش عيشة مقارنة في الآخرة. ثم إن
طبعا أنا راح أتكلم عن زواج ابني، الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كمان مرة بقول لك وكأنه أبو أحمد كان معزوم على أفضل حفل، يعني عرس لا ضغط، وكأني مدلل، والله مدلل عند ربي، الحمد لله رب العالمين. نحكي عليها بعدين. الزموا الاستغفار وتذكروا آية في كتاب الله، وقولوا للمشايخ، ولا يقول لكم إنها آية تخص الآخرة. الله جل جلاله يقول في كتابه العزيز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، اسمع شو قال، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. وين هذه الحياة الطيبة؟ والمؤمن هو ليس المسلم. يعني لو كنت في كل الكفر وشهدت أن لا إله إلا الله دخلت الإسلام، هي أول درجة، أول إشي. يعني أنت دخلت النادي، معك عضوية، بس معك امتيازات، فيش امتيازات، صفر امتيازات، أنت فقط دخلت النادي تبع المسلمين، امتيازات بعدها صفر امتيازات. لا يعني لا، يعني لازم يكون في عمل صالح الآن، لازم يكون في عمل صالح الذي يعني شو الآية بتقول؟ التي لم تكسب في نفسها خير، الناس الآية يعني لازم يكون في صورة عامل عمل خير. فإذا أنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة. وأنا بصلي وأنا بصوم وأنا بحج وأنا بذكر. بتعرف عندما عجزوا، من عجز قال لك هذه تخص الآخرة هذه الآية، لكن في هناك آية أخرى تؤكدها، وهناك آية في الاستغفار تؤكدها، إنها في الدنيا. الله جل جلاله يقول، شوف، وعد الله الذين آمنوا، كمان مرة بيرجع للذين آمنوا مش أسلموا، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يا الصالحات موجودة، لا يستخلفنهم في الأرض. شو يعني يستخلف؟ بده يجعلك خليفة الأرض، يعني تحكم الدنيا هذه، لا يستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم. أول إشي الاستخلاف مع الدين، مش استخلاف زي أمريكا، مش زي أمريكا بدون دين، أنت بدين مع الدين. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. دينك لما بده يمكنوا حتى تشهروا والناس تقبل عليه بكل. إن وجدت الناس في الدين الكثير على زمن هؤلاء ما وجدوش شيء، ضيعوا كل شيء يا جماعة. اللي بده يزعل في نوع منهن خلص لم يثبت، في نوع بيعرفش، مش سامع في الاستغفار وكمية الاستغفار وكثرة الاستغفار، لربما يعني الحكمة ضالة المؤمن. خلينا نرجع احنا عشان نؤكد ان الآيات هذه تخص الدنيا، تخص الدنيا التي قالوا عنها لربما تخص الآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. الخوف من المستقبل، من المال، من الديون، من الهموم، من العدو، من الأمراض، من الأسقام، من الاحتلال، من تضرب من بيتك، ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآن خذ آية الاستغفار التي بتقول ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. رجعنا للمتاع الحسن لمن؟ المستغفر هو الذي يساوي المؤمن. شفت الأخت شو قالت؟ كنت تقول الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، فالآن تقول الحمد لله الذي جعلنا من المستغفرين. ليش؟ هي ما عرفتش توصف الوصف الذي وصفناه، إنه المستغفر هو المؤمن. أنت مسلم، إحنا مسلمين كلنا مسلمين. واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله ولا بيعملش ولا شيء، ولا أي شيء بيعمل، بس شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مسلم. وإن صلى هو مسلم، وإن حج هو مسلم. طب درجات الإيمان التي بتعبر على الإيمان، عن جد بتعبر على الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لن تؤمنوا، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. شوف الحب المعودي. ليش؟ لأنك بدك تبني مجتمع متحاب.
طيب أنا بقول هذول اللي يرشون يأخذون الرشاوى ويرتشون. في عندي قصة من الشكل، ناس رجعت كل شيء، تركت. انت محروم الرزق أخي الكريم بسبب ذنب، والله يا مرتشي ستدفع أثمان باهظة على هذه الرشاوى. إن الله لا يملي للظالم، وأنت ظالم، والذي أخذ الرشوة والذي دفع الرشوة. تعرف ليش دفعت رشوة أنت؟ ليش مسكر بوجهك مش عارف تتوظف؟ بذنوبك. وذاك الراشي المرتشى هذا كمان ليس من المسلمين، يعني عشان تفهم. هذا كمان بذنوبه، وهذا من الظالم وذاك من الظالم، اثنين مع بعض من الظالمين. إن الله لا يملي للظالم، يعني أخذ وظيفي كمان وظيفي، أخذ فلوس كمان فلوس، يملي للظالم. فتطور تقدم صار معروف. بتعرف الله لما بده ياخذ واحد ما بأخذه صغير ما حداش بيعرفه، إذا كان على ضلال بيرفعه عشان الناس تطلع عليه تشوفه، ارتفع كمان، ايه صار رئيس البلدية، ايه رفعه كمان، ايه صار رئيس المقاطعة الفلانية، ثم يرفعه كمان. لما بيرفعه فالناس بتشوفه. إن الله لا يملي للظالم، خذ 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 خذ، حتى إذا أمسكه والناس شايفه لن يفلته. خلص. تشوفوش كم من واحد قالوا لي خلص بعد ما كان رئيس وزراء يرى على الإعدام، يرى على السجن، يا ترك بلاده وانهزم، هرب من بلاده بعد ما كان هو الحاكم، وسمي ما تشاء. أو رئيس قسم انسجن وراء فلان، انفضحه فلان، مسكوا الفلوس كلها صادروها، وفلان، وسمي ما تشاء. لكنه يتمتع المتاع القليل في البداية، شوية فلوس، شوية أكل، شوية شرب، طلعان، هملات. هملات يعني الزنا وغناء ورقص وسكر، شوي 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 شوي. والله سيمسكه الله على حين غرة ويدفع أثمان. أول إشي بهدلة ومسح أجلكم الله بالأهدية. هذا المرتشي. والراشي لن يتوفق في وظيفته. لما تدفع عشان تدخل على وظيفة، تأخذ مثلا وظيفة معلم، بالآخر بتشتغل فيش. بتقول يا أخي الحياة هيك، الشغل ما فيش بركة. ما هو مش بركة، مش إلك كان هذا الشغل. طب شو أساوي؟ يلزم الاستغفار. شفتوا إيد البنت؟ إيد البنت اربطها في كل حياتك. بتقول ليش أنا عمال أستغفر ويأست من الاستغفار؟ استغفارك فيه كذب، فيه إشي، فيه مغشي، فيه غش، فيه يا إما غيبة، يا فيه من يميمة، يا فيه أكل حقوق، يا لازلت أنت مصر على شيء، أنت بعدك بعيد. فقط ماسك مسبح وتستغفر. طبعا هذا له أجره، لأنه كل حرف بتنطقه يا إلك يا عليك. لكن في هناك ذنوب، يعني ذنوب هاي من الكبائر. هاي الكبائر يعني في كبيرة يمكن بدها 2,000,000 استغفار، في كبيرة بدها 150 مليون استغفار. بتعرفوا أنه سيدنا آدم عندما أهبط من الجنة يقال إنه دعا الله 400 سنة حتى جعل الله له بيت يطوف فيه، حتى إنها كانت خيمة. تفكرش إنك أنت إذا استغفرت شهر شوف الله شفاها وهي عقلها بالامتحانات، وانت الله بيسهل لك امور كثير وانت عقلك في الدين. فهمت كيف؟ هاي قصة بدك تقعد عندها. هاي القصة تبعت البنت بالايد، والقصص البهاق، والثاني قصة الاخت، وهذا حفظ كتاب الله لابنها، وتيسير امور بيتها، وتيسير العبادات، الزيادة في العبادات. هاي اقعد تفكر، اقعد وقف، اقعد اجلس. قل لماذا هذه الإيد فتاة بنت 18 سنة يصيبها 5 سنين؟ يعني نرجع لورا 5 سنين، يعني يمكن يا دوب التكليف،
يا دوب إذا بنرجع لورا أنت بتحكي على 13 سنة عمرها بدأ معها هذا الحال. لا، 13 سنة بدأ معها هذا الحال، إيدها تلتهب وتتعفن، ولربما أبصر كم أهلها أنفقوا. فهو هذا العقاب يصيب كمان الأهل يا جماعة، في درجة لسن معين يصيب الأهل ثم ينتقل لنفسي. يعني مثلا ممكن أنا وأنا صغير كان الأذى يصيب أهلي، رايحين جايين في على المستشفيات، على الدكاترة، ينفقوا يدفعوا فلوس. لما أنا كبرت وصرت بدي أتجوز وبدي أتزوج، يعني زواج وجامعة وكذا، وإيدي وحالتي معطلة، فبصير إيش علي، انتقل، فهمت؟ لكن كان سبب إيش؟ الرجعة. رجعت البنت لله، بدأت تعرف الله. بالله عليك هاي هل تتجرأ أن تتوقف عن الاستغفار هذه البنت؟ وأنا بنبهها، دير بالك يا عمي، بيرجع لك كل شيء، ديروا بالكم، إن الله سريع الحساب، ديروا بالكم. لازم نعيش أولا إن الله شديد العقاب، لازم نعيشها، لازم نعيشها، لأن هذا هو التعظيم. أما نفكر أنا مصاحب ربنا، يعني كله هيك تمشيش هي، والله ما بتمشي هالأمور، بجربها، من تعيشها، لا من تعيشها. لازم على المنابر لما الشيخ بيوقف ويحكي، وقفوا، قل له وقف يا أخي، قل له يا أخي وقف، أنت أخذت دكتوراه، على إيش أخذت الدكتوراه؟ شو جددت لنا؟ يا تفضل، إحنا غرقانين بالربا وبالإباحيات وبالسقطات وبالغناء وبالطرب وعراسنا بتسودي الوجه وأمورنا لا ترضي عدو، وبالاخر كل الدنيا مسلط علينا، وهذول اللي عنا داعسين على رقاب الجميع، وهن كلاتنا كم من واحد. على سبيل المثال بس هيك، انت شو قدمت لنا يا اخي؟ كان ابن تيمية اذا اشكلت عليه المسألة هي يستغفر الله 1000 مرة، وانتم بتستغفروا ولا بس بتقولوا ثبت ولم يثبت؟ تزعلوش يا جماعة، هاي الحقيقة، الأمة في ذيل الأمم، لكن الحمد لله رب العالمين في فئة وطائفة الآن من المستغفرين الذين بدأوا يعرفوا الله. والله أنا لا أدري ما هو العقاب الذي اقترفوه هؤلاء حتى يلتف الله من خلفهم، وتأتي ناس. من الذي تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكابر القوم كانوا ناس فقراء بسطاء، ناس فقيري ضعيفي مستضعفي، هم الذين تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بدأوا يكثروا بدأوا يجتمع عليهم. لماذا لا يشرح الله قلوبهم للاستغفار إذا كان رسول الله مستغفرا؟ لماذا لا يتبنوا ما نقول يا أخي؟ لماذا؟ انت بتعرف ان صرنا مدة طويلة في هذا الاستغفار، ووصل الى مسامع انا سمعتها في قناة الرسالة، وانا بسمع وبعرف انه كثير من المشايخ بيسمعوا كلامنا، لكن يديروا ظهورهم. ماذا سيقولوا لله لما يأتي الله بهم ويقول لهم ماذا قدمتم لهذه الأمة؟ ماذا قدمتم لهذه الأمة؟ أمتكم في ذيل الأمم، ماذا فعلتم؟ بتقول لي اعمل، ما أنا مكبل في ذنوبي، طب ما أنا بقول لك، محمد حجازي بقول لك كلمة أستغفر الله بتبعد عنك الذنب الذي كبلك، بتخلصك من الشهوة على الحرام، هاي كلمة أستغفر الله، بتقرب لك الأرزاق والخيرات، بتقربك من الله، بتعرفك في خالقك، بتقربك من درجة الشكر، بترفعك من الإسلام إلى درجة الإيمان. شو بدك أكثر من هيك؟ لأنه كل الوعود موجودة، وعود للمؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. طب ما هن داعسين علينا، ما نحن مش مؤمنين. إن شاء الله بالقريب المستغفرين كلهم مؤمنين، المستغفرين الذين لزموا. المستغفر أقرب إنسان على وجه الأرض لله، المستغفر أقرب واحد ممكن الله يستجيب له، الله المستغفر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلزم الاستغفار، وهو الذي حببنا بالاستغفار، والإمام أحمد بيقول لك مع الخباز والله ما سألت الله بشيء إلا أعطاني إياه، وهذه حقيقة. فالله يحييكم ويبارك فيكم، تفقدوا هذه الحلقات. احنا سنعود إليكم وإن شاء الله نتكلم. والله يا جماعة الحمد لله
أبو أحمد بفضل الله والفضل كله زوج ابنه كأنه رايح يشتري قنينة هاي المي، نقطة. هذا فضل الله. بس عشان تفهموا شو معنى كلمة مستغفر. حياة طيبة، مدد من الأرزاق والخيرات والهدوء النفسي والبركات والتوفيق والتيسير. بده يكون في كلام عن عن ماذا يحدث حولك لما بتقرب الأفراح. في كثير ناس ممكن تموت وصار فيه، ناس فاتت على غيبوبة وصار فيه، لكنها تعطل الفرح. هذا مهم جدا انك تعرف هذا الاشي. في تحديات كثيرة لما انت بتقرب ليوم العرس نفسه، الفرح. يمكن جارك، يمكن ابوك، يمكن اخوك، يصير في حال، لا 100,000 شغلة، تسمع احداث. لكن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فديروا بالكم كل قصة بتنزل تفكروا فيها. فللقصة بقية ان شاء الله. أنزل هذه الحلقات، في حلقات هيك لازم تنزل. هذه الصورة سأنزلها كمان في حلقات أخرى، فإن رأيتموها ستكون القصص مختلفة، القصص مختلفة لكن الصورة هي نفسها.